السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر. يعتبر ده آخر فيديو من تنظيفات العيد إن شاء الله، وده فيديو للشقة كلها حرفيا. بدأت يومي كده اللهم لك الحمد. سيحت بس جبنه رومي كده، حسيت ان العيش من بره بصوا هيتحروق والجبنه لسه مساحتش قوي، فقلت مش مشكله. عملت كوبايه نسكافيه وجبت ازازه الميه المتلجه بتاعتي، وقلت اخدها كده بقى واطلع افطر كده روق على نفسي، لان انا حرفيا بقالي حوالي 3 ايام ما بعملش حاجه في البيت غير الحاجات العاديه او الاقل من العاديه كمان، اللي هو حاجه بسيطه كده على قدي، بقوم انضف، لا ليا مزاج اصور ولا اي حاجه خالص. فقلت كده بقى لا، لازم اقوم، ما ينفعش اكمل في اللي انا فيه ده، لان حرفيا انا مش عارفه هو انا بس اللي بمر بكده الوقت ده ولا الناس كلها. حرفيا حاسه الناس كلها مكتئبه والناس كلها زعلانه من ايه مش عارفين والله. بس ربنا يفرج عن الجميع ويجعل كده باذن الله يوم عرفه كده يوم فرج علينا كلنا، اللهم امين. المهم كده قعدت افتكرت الركن الهادي بتاعي كده، فقلت مش مشكله اقعد في وش المروحه، لان حرفيا الجو حر قوي. وعارفين بقى اللي هو يعني لا انا محتاجه هوا اصلا اكتر من الاكل والشرب. المهم كده قلت بقى اشرب الاول، لان انا حرفيا الواحد بيقوم ريقه ناشف من النوم. بعد كده ما فطرت، لو دخلت نمت، يعني لو انا مكسوفه من نفسي، مكسوفه اقول لكم انا عملت ايه، بس والله دخلت نمت مش عارفه ليه. المهم كده بقى صحيت، يا خوخه افطري، لا مش عايزه مكرونه، فهي بتحب تاكل الاندومي، بس انا مش بحط البهارات بتاعه الاندومي، انا بسلق المكرونه بس وبحط لها عليها شويه كمون وملح. قلت كده اعمل شويه فراوله كده بحليب واروق على نفسي، لان الجو حر. حرفيا انا بحط العصير في التلاجة، واللي عايز بقى بيشرب، لان طبعا والله العظيم مهما كان الواحد بيفضل يشرب ميه خلاص بقى ريقه ناشف. وبحاول قدر الامكان ان انا ابعد عن البيبسي وكده. المهم بقى، حرفيا دي ترويقة الخميس. عارفين يعني ايه ترويقة الخميس؟ يعني البيت كله لازم يتنضف فيها، ده في العادي، فما بالكم كمان ان انا محتاجة اعمل تنظيفة عميقة للحمام. فقلت الله المستعان كده بوريكم بس غرفة النوم. احنا كنا عاملين لها تنظيف عميقة ومنظفين تحت السرير ومظبطين الدنيا، ولكن هي فعلا كانت محتاجة يعني تتروق بقى، تتروق ترويقة كويسة كمان. المهم طبقت الغسيل كده وفرشت الملاية، وقلت بقى كده ابدأ اشيل السجاد من على الارض. وعايزة اقول لكم واجدد شكري، والله شكري وتقديري وامتناني لمخترع الموب ده، والله العظيم كتر الف خيره بجد. وفر بقى علي المكنسة والكلام ده كله. انا بقول لكم الكلام ده لان والله العظيم هو فعلا مريح. انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنستش الارض حتى، هي ما شاء الله ما بتسيبش ولا تراب. والارض زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك كانت بتلمع. سبتها بس تتهوى، والجردل ده حرفيا بقى هيمشي معايا، يعني هو كده كده مكمل معايا، لان انا جبت الشقه من جوه. هنطلع بقى على الطرقه بعد كده على الحمام. الحمام كان فعلا محتاج يتنضف بقى تنظيفه عميقه. والمطبخ زي ما انتم شايفين كده كنت مطلعه بقى عشان اعمل الاكل، وطلعت كده نص البطيخه ده علشان خاطر برضو يعني اطلع البذر اللي فيه واقطعه واحطه برضو اجهزه للي عايز ياكل. وزي ما انتم شايفين كده الريسبشن، قعدت بس اجمع الالعاب كده برجلي لحد ما وصلتها المكان ده. وطبعا ايوه الست خوخه علينا مزرجنه وحلتها حاله ومش عارفه اعمل لها ايه والله. إيه عايزه ايه يا خوخه؟ تاخدي موزه تاخدها تروح مقشرها ورميها. طب عايزه ايه؟ تقولي عايزه دنده اللي هي جبنه يعني، تفتحها وترميها. فاللي انا مش عارفه بقى بتعملوا ايه مع الفترات اللي بيقطعوا فيها اكل خالص دي، بصراحه ان انا مش عارفه اتعامل معاها خالص. المهم كده بوريكم ده كان منظر الريسبشن بقى، عارفين بجمله الوحاشه، يعني بجمله الوحاشه اللي هو حرفيا تراكم الثلاث ايام. كنت حاسه البيت اصلا ولا كأن عدى عليه حتى تنظيفه عميقه واحده، مش تنظيفات لا، ولا تنظيفه عميقه حتى واحده عدت عليه. المهم كده قلت بقى الله المستعان، فرشت بس غرفه النوم، قلت اقفلها، افرش واقفل بحيث ان انا او خلصت من جزء واطلع اكمل بقى على باقي الاجزاء. طبعا اللهم لك الحمد. عارفين ان الغرفه دي إيه؟ لا ترويقتها بتفرق، بتفرق بقى في الراحه في النوم، بتفرق ان انا شلت كل الغبار طبعا اللي على شباك السرير ولمعت المرايات. وعايزه اقول لكم المعطر كده حسيت ان هو قل، فروحت بقى حاطه اللي هو بريحه النظافه اللي هو معطر الارضيات ده. فعايزه اقول لكم اللهم بارك على الثبات بتاعه واللهم بارك على جميله. حطيت كده في الثبت دوت، حطيت الزرعه وهي سجادة الصلاة بس اللي كانت في ثبت الغسيل، لكن اللهم بارك كنت طبعا طبقت الغسيل
وعندي شويه صغيرين بس على الحبل هيتطبقوا بقى على طول ان شاء الله. المهم كده خلصت الغرفه، وحقيقي كنت ممتنه، عارفين بعمل حاجه حاجه، بس اللهم لك الحمد اصلا ان احنا بنعمل حاجه. بس كده كده ما كانش عندي حل اصلا غير ان انا اخلص البيت كله، لان احنا ان شاء الله باذن الله يعني ايه عندي امل في ربنا ان احنا الحاج صاحب البيت ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني بدون مقاطعه يخرجنا. فالله المستعان. كنت كمان محتاجه اعمل اكل يمسكنا كام يوم، فعارفين كنت حاسه الدنيا كلها كده فوق دماغي. فقلت بقى مش هينفع، خدت كده الطرقه معايا، شلت السجاد ودخلت على الحمام. الحمام للاسف مش هينفع يتروق ترويقه كده من على الوش، لان هو اصلا ما تنضفش التنظيفه العميقه، هو يعني المكان الوحيد اللي ما تنضفش تنظيفه عميقه في البيت كله. فده كان شويه الغسيل اللي انا شلتهم، طبعا الملايه وكده. فقلت بقى الله المستعان، الحوض برضو محتاج يتصبن وكده. فقفلته خالص وصبنته، وصبنت الحيطان اللي وراه، وكنت لمعت المرايات في الوقت ده. وانا زي ما قلت لكم، سواء قعده التويليت او الحوض، انا يعني بعمل يعني بدعكها واسيب الصابون عليها شويه واسيبها تاخد راحتها. وشايفين الشباك، حرفيا الشباك كان بينقط تراب، بس كل ما اجي اشغل الدش عليه ضغط الميه مش جايب. فقلت بقى نرجع للطريقه القديمه بتاعتنا، وهي بقى الكوبايه. وحرفيا والله العظيم كان منزل طينه بعد ما كنت غسلت القعده بتاعه التويلت. رحت بقى مشطفاه تاني، فاللهم لك الحمد. عارفين الحمام كنت حاسه ان هو في حاجه غريبه، والله العظيم وفعلا هو نظافته نص نظافه الشقه. كان مديني طاقه وحشه قوي. كان في حاجات، عارفين كنت بنفض مثلا اللي هي الملاية اللي احنا بناكل عليها، كنت بنفضها جوه في الحمام. فكنت حاسه في كتل، في حاجات غريبه. شلت القوارير اللي انا مليها ميه طبعا، عشان بقول لكم شايفين حتى ضغط الميه عندي مش احسن حاجه. فبخاف بصراحه النور يقطع، فبالتالي الميه تقطع عندي. فاهم حاجه عند القوارير دي بالذات في الصيف مش مهم، ممكن افضيها مثلا في الشتاء، ولكن في الصيف لا، مهم قوي. المهم حركت التربو من مكانه كده وبدات امسح، وزي ما انتم شايفين حرفيا الارض لا فيها حاجات ملزقه محتاجه تتغسل كويس. المهم كده بدات اعملها بالمكنسه. وعارفين بجيب الرغوه يمين وشمال، اللي هو لا انا لازم احك الارض. التربو نفسه اصلا والحاجات اللي فيه كانت محتاجه تاخد غسله. فغسلتهم كده وبدات بقى امشي بالمكنسه واحده واحده. عايز اقول لكم ان انا حاطه كذا قاروره، يعني ما اقدرش استغنى أنا عن الميه. اللي هو ان عمري ما انسى ان انا كنت لسه والده، كانت خديجه لسه ما جابتش مثلا شهرين. والله العظيم النور قطع عندنا من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 1 بالليل. واللي هو احنا مش عارفين المشكله فين. يعني انا كنت بحسب المشكله عموميه، اتاري البيت عندنا والبيت اللي قصادنا موصلينهم على كابل واحد. فما كانش يعني مستحمل الاحمال. فم عارفين كلمت الطوارئ. انا كلمت الطوارئ بس واحده، اللي هو خلاص يا جدعان معايا حته لحمه حمراء. حرفيا كانت بتسيح مني في الحر ده. فعقبال ما قلنا قالوا لنا بقى ده الكابل ده متوصل عليكم على البيت التاني، فمش مستحمل احمال البيتين، فانتوا محتاجين كابل ليكم. وعايز اقول لكم والله العظيم ما عملوهم لحد دلوقتي، فربنا يسترها بقى. المهم كده بعد ما نضفت الارض لقيت اصلا ان الباب كان عليه كميه تراب وغبار رهيبه. فاديت له التلميعه التمام بتاعته كده بقى من فوق وتحت وبره وجوه. وشايفين الشباك اللهم بارك بعد ما اتغسل بقى بيلمع، والمرايات طبعا. فاللهم لك الحمد كده كنت خلصت وغسلت طبعا الحاجه اللي في التربو، وغسلت التربو نفسه. وبوريكم كده اللهم بارك الحيطان كمان كانت بتلمع، لان انا طبعا مكنتش قادره ان انا افضل فاتحه الكاميرا واصور لكم كل حاجه، لان انا كنت اتغرقت ميه حرفيا خلاص. انا كنت عايزه اتعصر. المهم كده فرشت بقى السجاده اللي هي السيليكون دي، عشان طبعا اداري الجزء بتاع الكسر اللي هو مكان البانيو اللي كان موجود. وقلت بقى للغساله لسه فيه شويه غسيل صغيرين، مش مهم بقى لو غيرنا بالليل ولا حاجه ابقى شغاله، مش لازم اشغلها دلوقتي خالص. واللهم لك الحمد كده الحمام كمان كان ضن. كان بقى فاضل المطبخ. كان بصوا، هو مش يعني مش اوحش حاجه، ولكن طبعا في مواعين. البوتاجاز نفسه اصلا مش نظيف. كنت مطلعه الاكل اللي انا هعمله زي ما قلت لكم. البوتاجاز نفسه كان وحش قوي، فاللي هو مش هعرف برضه اقف اعمل عليه اكل الا لما انضفه. فقلت كده كده استغل الوقت اللي انا كنت بعمل فيه الحمام ده بانيه ولفه جلاش. وعلشان خاطر يعني جوزي ما بيحبش البانيه واحنا ما بنحبش الفراخ، فحطيتهم كده في الاير فراير خد وش. لسه بقى هقلبهم على الوش التاني، ولسه البانيه طبعا عايز بقى احطه في دقيق وفيجيتار وكده. فالله المستعان قلت بس اغسل البوتاجاز الاول عشان اعرف اركز كده وابدا اعمل اكل. حتى وانا بعمل الاكل اغسل المواعين، ولكن البوتاجاز حرفيا كان محتاج ان هو يتغسل غسله محترمه. المهم بقى الحاجه الوحيده اللي انا كنت عملتها
في اليوم اللي قبل كده ان انا كنت عصقت لحمه، كنت عصقت حوالي كيلو الا ربع لحمه مفرومه. فقلت بقى الله المستعان اخد الكميه كده اللي انا هستخدمها لصينيه الجلاش واشيل الباقي. كان اللهم بارك عامل حوالي نص كيلو اهو اللي انا شايلاه، بس غير اللي انا حاطاه في الطبق طبعا علشان خاطر اعمل بيه صينيه الجلاش وكده. فالله المستعان. غسلت الحله بقى كده وخدتها على طول عشان هو ده المقاس اللي انا كنت محتاجاه. قلت اعمل بقى شويه رز ابيض، لان الاكل اللي انا هعمله اللي هي صينيه الجلاش والفراخ او البانيه مش هيبقوا كفايه. عارفين لو ما عملتوش رز جنبهم هتحس ان هو كمان اللي هو فين الاكل. وانا زي ما قلت لكم انا محتاجه بقى ان انا اعمل للاكل بقى يمسكنا بقى يومين، يمسكنا 3، يمسكنا زي ما يمسكنا. بس بصراحه الوقفه في المطبخ في الحر ده يعني الله المستعان. ربنا يا رب يجزي كل الامهات وكل حد بيقف علشان طبعا ياكل ولاده وياكل اهل بيته، فربنا يجزيه خير يا رب ويجرنا من النار ومن العذاب. المهم كده بقى، بصوا التركه بتاعتي في الجلاش اللي بتخلي الجلاش حرفيا اللي يدوقه ما ينساهوش. يعني والله العظيم انا كنا عند بيت اهلي فكنا عاملين جلاش، فجوزي اول ما دوق بيقول لي لا 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 ده مش الجلاش بتاعك، هو حلو بس ده مش الجلاش بتاعي، خلاص بتبقوا معروفين بيه. المهم زي ما بوريكم كده سيحت السمن وسبته يهدى، بعد كده نزلت عليه بشويه لبن، نص كوبايه كوبايه الا ربع زي ما تحبوا. المهم ان انا اصلا كنت نسيت البيضه كده فحطيتها، لما حطيتها في الاخر بقى بقيت عارفين فيها قطع كده انتوا مش عارفين تضربوها حرفيا، فبقيت كده اضربها بالمعلقه. المهم حطيت اللحمه المفرومه وحطيت الجبنه كده في النص، وده احسن حاجه للجبنه علشان تسيح وعشان الجلاش نفسه من جوه يفضل طري معاكم. المهم حطيت على الوش كده سمسم بقى وحبه البركه، وباقي الكميه اللي هي بتاعه السائل اللي انا كنت عاملاه ده، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بدهنه بين كل ورقه وورقه، حطيته كده على الوش. لو حسيت ان هو محتاج حاجه قمت مزوده شويه لبن علشان خاطر كده يشربهم، وبتقعدوه كده 10 دقايق بس يشرب السوائل اللي انتوا حطيتوها دي، وبعد كده بدخلها على الفرن. المهم ان انا حطيته في الفرن وطلعت بقى على الريسبشن. طبعا الانسه اخوها صاحيه ومش هعرف اوديها في حته دلوقتي، فربنا يجزي يا رب عنا عم تعلوب وانثى السنجاب خير الجزاء، لان حرفيا ما فيش حاجه بتقعدها غير كده. المهم بقى ان انا كنت هعمل الريسبشن على جزئين، لان انا مستحيل اعرف اعمله مره واحده وهي موجوده، تنزل تتزحلق تقع، فهدخل في موال وحكايه. المهم صبنت المرايه كده لان انا كنت حاسه بقى ان هي مهما نضف فيها بجلانس مش عايزه تنضف، فاديت لها ضحكه حلوه كده واللهم بارك كانت بتلمع زي ما انتم شايفين. خلصت الجزء كده بتاع السفره وفرشته وقمت شايله بديل الاستجداد اللي في الجزء بتاع الانتريه وكده، رحت مدخله بقى عند السفره وكنت مسحت. بس بدات بقى ادي التنشيف. انا عايزه اقول لكم انتوا بتمسحوا بتنشفوا بيه وحرفيا ما بتحتاجوش حاجه تانية. لو كان في حد متابعني مثلا من 8 9 فيديوهات كنتوا هتشوفوا علشان خاطر اقسم الريسبشن ده عشان انا انضفه، وهي خديجه صاحيه برضو كنت بجيب المقشه وبجيب المساحه وبجيب فوطه انا اعمل بيها، وعارفين حوار بقى وكميه جرادل وحاجات تشيل فيها. فالله المستعان لا مفيش ده كله. هو والله العظيم الشويه اللي انا حطيتهم لغرفه النوم عملت بيهم غرفه نوم والطرقه وطلعت على الريسبشن، وبعد كده هرجع اعمل بيهم المطبخ. عايزه اقول لكم هو كل ده الميه انا حطيتها مره واحده وكلوريكس الوان وكل حاجه الله المستعان. فلا حرفيا نعمه، يعني نعمه من نعم ربنا علينا. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بكل حاجه خير نفسه يشتريها يا رب. فالله المستعان كده قلت بقى الريسبشن عارفين اللي هو لا ريحه نظافه ريحه نظافه، وانا بقى وقعت في طفايه حريق مش في ازازه معطر. عارفين اللي هو يلا رش 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 لدرجه ان هو اصلا المعطر جه على الكاميرا انت تشوف تحس ان الصوره بايته. فوقفت كده ومسحتها. عايزه اقول لكم اللهم بارك كنت حاسه احساس رهيب. المهم طفيت الانوار كده وكان النهار لسه شغال. انا اصلا عايزه اقول لكم كده كان العصر مثلا لسه مأذن من ساعه، فكنت لسه طبعا ما صليتش العصر. فتحت كده الشباك بس علشان خاطر ريحه المعطر كانت كثيفه قوي، وانا لا مصر ان انا ارش. عارفين بقى اللي هو لا انا بنتقل البيت بقاله 3 ايام حرفيا كان عامل زي المهجور قاعده فيه كاني مش قاعده. طبعا غرفه الاطفال كانت اللهم بارك نظيفه زي ما هي مش محتاجه اي حاجه. وعايز اقول لكم الركن اللي انا عملته للعبه بتاعها ده لا بسيطها وفي نفس الوقت مدي وسع ومريحني شويه في الريسبشن لما بيبقى فيه حد ضيف جاي لنا ولا حاجه بخليها تلعب فيه، لو في اطفال كمان بيقعدوا يلعبوا معاها فيه فالله المستعان. المهم دخلت على المطبخ كده كنت خلصته، والارض بس كانت محتاجه مسحه وصينيه الجلاش كانت خلاص استوت. علشان كده هو ده اللي كان مخليني يعني هتلاقوا الازاز بتاع البوتاجاز يعني مش نظيف. فبصراحه كنت خايفه ان انا احط عليه ميه او المعه سواء من بره او من جوه احسن الازاز يضرب ولا حاجه. ودي كان شكل صينيه الجلاش. شايفين طبعا شكلها اللهم بارك.
الفرن نفسه عندي عايز يتفور انا عارفه، فالله المستعان ان شاء الله باذن الله في الخطه. بس كان كفايه عليا حرفيا اللي حصل لي اليوم ده. المهم كده بدأت بقى امسح الارض، وزي ما وريتكم كده البانيه كان خلاص فك تماما اللهم لك الحمد. فكنت بقى محتاجه ان انا انزله في الدقيق والفيجيتار وكده. المهم اديت الارض بس مسحه، وكنت مستنيه البوتاجاز الفرن بس يهدى واديله مسحه من بره ومن جوه كده، بدل ما هو شكله مغير كده ومش عاجبني. المهم الرز كمان كان اللهم بارك استوى. انا رشيت رشتين بس علشان خاطر طبعا كنت مش حابه الاكل شغال، بس انا اللي كان مريحني ان انا مشغله الشفاط. فاللهم لك الحمد. عارفين بقى اللي هو كده خلاص البيت كله حرفيا ضن، والاكل كان اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم الريحه كانت حلوه قوي لدرجه ان انا يعني جيراني من تحت كانوا شامينها. فالله المستعان. كان فاضل عندي بس ان انا اقلي البانيه، ولكن بقى كان خلاص زي ما قلت لكم العصر كان مأذن. فدخلت بقى علشان كده اخد شاور واصلي العصر. والحمد لله طلعت كده علشان خاطر اغرف بقى، علشان الحاج صاحب البيت كان جه. فاللهم لك الحمد. حطيت شويه مخلل وهو الجلاش والرز زي ما عملناهم مع بعض، والبانيه والفراخ للي عايز ياكل بقى. المهم ان هو بس ايه ان شاء الله الاكل كده ايه يكفينا يوم يومين كده، علشان خاطر الواحد حرفيا مش قادر على وقفه المطبخ في الحر ده كل يوم. وبكده يكون روتين النهارده انتهى. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وعرفوا باصحابكم وقرايبكم وكده، علشان خاطر ان شاء الله باذن الله نكبر كده مع بعض يوم عن يوم. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.